نجاحها. وكما تمت الإشارة إلى ذلك في نشرة الأمس، قامت لجنة الثقافة والاتصال بالبرلمان بزيارة تفقدية لقناة العيون الجهوية، وذلك للاطلاع على سير العمل بهذا القطب الإعلامي الجهوي. اللجنة تتكون من 9 برلمانيين يمثلون هيئات حزبية مختلفة. التفاصيل رفقة محمد المصطفى خيا وصالح الحرقيبي. جولة استطلاعية قام بها وفد برلماني يمثل لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب لمرافق قناة العيون الجهوية، حيث اطلعوا على شروحات وافية حول سبل العمل والإمكانيات التقنية واللوجستية التي تتوفر عليها القناة. زيارة هذه اللجنة تأتي في إطار تطبيق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. موجودين اليوم في العيون لجنة استطلاعية اللي ممثلة من طرف جميع الفرق النيابية اللي هم أعضاء في اللجنة. وكما تعلمون هاي اللجنة تجي في إطار تطبيقا للنظام الداخلي للدستور اللي يحث على ويعطي الفرصة للجان الدائمة باش تكون لجان استطلاعية باش تمشي لأي المكان وتطالع عبر لقاءات مباشرة وعبر يعني باش تلمس عن قرب الواقع. وفي هذا الإطار جينا. وعلى كل حال برنامجنا كلجنة استطلاعية وكلجنة هي زيارة يعني نديروا جولة استطلاعية للقناة كلها. بدينا بقناة العيون ولكن إن شاء الله سنتابع. عندنا القناة الأولى، عندنا القناة الأمازيغية، عندنا السادسة، عندنا الرياضية، عندنا الدوزيم، يعني عندنا القناة كلها. اللجنة البرلمانية سمعت كذلك لشروحات وافية حول الآفاق المستقبلية للقناة في انتظار زيادة ساعات البث والمسابقة النهائية على دفاتر التحملات للإعلام السمعي البصري. وستكون مستقبلا للوفد البرلماني الذي يمثل لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب زيارة استطلاعية لعدد من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سوريا الدوزيم.